مصائب قوم عند قوم فوائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي أنيستي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. لو سمحتم اعملوا شير ولايكات وتفاعلوا مع الفيديو ده والفيديوهات التانية، علشان التفاعلات دي هي اللي بتخلي يوتيوب ينشر الفيديو. لو سمحتم، لان احنا دلوقتي بنتحارب من الناس اللي انتوا عارفينهم كويس. ارجو من الكابتن حسام حسن انه يبروز اللي حصل في مباراة قطر وكندا قدام اللعيبة، لأن قطر كانت نازلة بعد التعادل في الماتش الأولاني. كانت نازلة منتشية وفاكرين ان هم هيتعادلوا او يغلبوا بمجرد بس ظهورهم في الملعب، وفوجئهم بان هم بيلعبوا اصحاب الارض. وطبعا اصحاب الارض في المراحل الاوليه او مرحله المجموعات مش هيخسروا على ارضهم. ليه؟ لان هم عايزين اصحاب الارض يستمروا في المسابقه، لان ده بيجلب الحضور. ومع ذلك قطر نزلت يعني مش مستعده تماما للي حصل. وزاد الطين بله اللي حصل من لاعب قطر، لاعب النص بتاع قطر، مع الجدع اللي اسمه اسماعيل كونيدا او كوناتي، اعتقد انه كوني. وكانت على فكره كان التحام عادي جدا، التحام عادي جدا، لا فيه مثلا دفعه ولا فيه عنف ولا فيه اي حاجه خالص. فده قدر سبحان الله. يعني انت لما تشوفها الحكايه دي التحام عادي جدا، ومع ذلك الواد قصبت رجله اتكسرت، ما تفهمش ازاي. المشكله مش بعد بقى، مش حكايه ان الراجل انكسرت ساقه، لا، رد فعل الولد انطرد، القطري انطرد خلاص. رد فعل المدرب كندا المعفن ده وفرقه او منتخب كندا نفسه ابتدى ان هم يبقوا قلات ادب مع قطر. طب ما الراجل، يعني انت بتقل ادبك ليه مع الباقي اللعيبه؟ هم الباقي اللعيبه عملوا لك ايه؟ ما عملوكش حاجه. اللي عمل الفاول ده انطرد. لا. وبعدين بيقول عملوا ايه بقى مع منتخب قطر الذي كان لا حول له ولا قوه؟ زي ما بيسميه هنا في امريكا ايه، بيقول لك running the score on them. يعني ايه بقى؟ يعني بيزودوا العداد. يعني عارف لو كانوا استطاعوا ان هم يسجلوا 10 اهداف كانوا سجلوا 10 اهداف. قله ادب، يعني 6 اهداف، يعني خلاص انتهينا بقى، يعني اهدى بقى شويه. لا. واللي حصل من بعد كده من المدرب بتاعهم مع مدرب قطر برضو كان قله ادب، راجل قليل ادب فعلا. يعني ارجو من الله انه ياخد على قفاه الماتش اللي جاي. ولو طبعا خلاص كندا طلعت، هتبقى لدور 32، عايزها بقى ايه، تتاخد غسيل ومكوى ان شاء الله. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان في اقاويل بتقول ان، او اخبار بطالعه بتقول ان كابتن حسام حسن قال للعيبه ما قلته هنا على هذا البرنامج، وانا الوحيد اللي على اليوتيوب، ما اعرفش، ما شفتش اي حد تاني، ما بتفرجش الا على 2 3 فقط، يعني من الناس اللي بتطلع على اليوتيوب دي. قال ما ذكرته من حلقتين 3، ان انت ما عملتش حاجه، انت نظرك يبقى على النهائي
فهو قال لهم كده احنا عايزين نوصل للنهائي. وليه لا؟ يعني ليه لا؟ ما تؤمن بنفسك. هي كلها عملية ايه؟ mind over matter. يعني العقل يقود. انت لو في دماغك وامنت بقدراتك وامنت بالله وقدراتك واعتمدت على الله هتوصل. انما انت اللي بتحط السقف القليل ده او الواطي لنفسك. فلما بتعمل كده خلاص انت السقف بتاعك خلاص كده. انت لو وصلت السقف مش ممكن، يعني كل ما السقف يوطى كل ما تبقى انت يعني مرماك هيبقى قليل، مش هيوصل للسقف ده اللي انت حطيته لنفسك. فارجو من لعيبه منتخب مصر ان هم ياخدوا العظه والدرس من اللي حصل في ماتش قطر، وما ينزلوش خلاص فاكرين بقى ان الماتش هيبقى في جيبهم. ان شاء الله نكسب نيوزيلندا. العنوان الثاني اللي انا حاطه على الغلاف بيقول الزمالك يواصل نصبه يعني لما بيقولوا ايه، عادت ريمة لعادتها القديمة. عندنا مثل بيقول لك ايه، رقيتك واسترقيتك والطبع فيك غالب، وديل الكلب لم ينعدل ولو علقوا فيه قالب. هو ده ديل الكلب عمره ما يتعدل. بيقولوا ايه بقى؟ اقاويل في نادي الزمالك بتقول ايه؟ بتقول ان التبرعات بالدولار مش هتبقى او الفلوس اللي هتخش لنادي الزمالك من المستثمرين، خلي بالك من المستثمرين، بالدولار مش هتبقى تبرعات، بل بالعكس المستثمرين دول هياخدوا مكان او في مقابل الفلوس اللي هيدفعوها للنادي الزمالك قطع اراضي في قطعة الارض اللي رئيس الجمهورية وهبها لهم. طبعا ده كلام فارغ. اولا في فلوس اتدفعت قبل كده ما يقرب من مليار دولار او مليار جنيه. الناس دي لسه ليها حق عندك. طيب التبرعات اللي هتجيلك او الفلوس اللي هتدخلك بالدولار دي قد ايه؟ ما هو انت عليك حوالي 11 مليون دولار. مين دول اللي هيدولك 11 مليون دولار وانت عندك قطع ارض تتباع ب 11 مليون دولار يا راجل؟ ليه؟ هو الارض دي فيها ايه؟ فيها بترول، فيها ذهب، فيها منجم المانز عشان تتباع بالفلوس دي كلها؟ يبقى بقية الفلوس دي هتيجي منين؟ طب ما هو ده اللي انت عملته قبل كده واتخذت الارض منك علشان، ولو انت كنت في موقفك كان سليم ما كانتش الارض دي اتخذت منك. انت بتعمل الحاجة او عايز تعمل الحاجة اللي انت عملتها قبل كده واتخذت منك الارض دي. لا، ما طلعين بيان بيعملوا ايه بقى؟ بيؤكدوا اللي انا قلته الحلقة اللي فاتت او الفيديو اللي فات. بيشكرهم رئيس الجمهورية مصر على ان هو وهب لهم الارض دي ظلما وعدوانا مخالفة لكل قواعد التجارية وقواعد القانونية، ومحدش يتحاسب فيهم. ويعني مش مثلا سلم الارض دي لناس تانية، لا ده هم الناس اللي ارتكبوا كل الجرائم المالية والجرائم التجارية والجرائم البنكية اللي هم لسه ما تحاسبش، ما حدش فيهم يتحاسب عليه. طب انت ايه الرسالة اللي انت بتديها بتوديها يعني بترسلها لولاد البلد يا سيادة الرئيس؟ ان الحرامي والنصاب مدام زملكاوي لن يتعرض للعقوبة؟ ان انت
فوق القانون والزمالك فوق القانون، وانت عشان انت حاكم مصر بتتصرف زي ما انت عايز. وما تقوليش بقى، ما تجيش تتكلم عليها وتقولي دولة القانون. هو فين القانون ده؟ القانون لا يطبق على نادي الزمالك، والا كان يطبق على نادي الزمالك يبقى لبيب وكل شله لبيب واللي قبل لبيب كلهم يتحاكموا ويخشوا السجن. وانت هتاخد الفلوس دي مش هتحطها من المستثمرين. يعني المستثمرين دول ممكن تقول عليهم الكروديات، وانا بكلمك اهو، انت كل اي مستثمر منك انت هتبقى كروديا لو اديت الزمالك ده اي فلس واحد ولا سنت واحد ولا مليم واحد. الفلوس اللي انت هتاخدها بقى دي مش هتحطها في الارض ولا تبني بيها النادي، لا، انت هتسدد بيها ديونك. بتسرق من زيد عشان تدفع لعبيد. طب وبعدين يعني هنفضل في النفق المظلم ده لامتى؟ والمصيبة ان كان في واحد اسمه احمد بدوي، كان هو المفروض يبقى في الاداره القضائيه لنادي الزمالك. هو دلوقتي المتولي لجنه الاستئناف، لجنه الرخص او لجنه الاستئناف للرخص. والمصيبه ان نادي الزمالك طالع بيقوق ويعيط ويقول ازاي انا هروح للجنه الاستئناف عشان اخد الرخص. يعني انت عليك حوالي 22 قضيه و11 مليون دولار، ومش عاجبك ان انت تروح للجنه الاستئناف، عايز كده تخش على طول تاخد الرخصه وانت مديون وما سددتش اللي عليك، وعايز تفك القيد. كمان القيد مش هيتفك لان اللي عليك عقوبه تأديبيه، مهما عملت القيد مش هيتفتح. يعني شوف البجاحة والعيون اللي تندب فيها رصاص، وبعدين يطلع واحد بجح بيقارن الأهلي بالزمالك. هو الأهلي عمل ايه؟ هو فين مخالفات الأهلي؟ الأهلي بيتجرد كل سنة وما بيبقاش عليه أي حاجة، يعني حاجات بسيطة بتدفع. إنما الدور الباقي عليك لما جردوك لقوا عندك 3 مليار جنيه مخالفات وسرقة، وللآن محدش اتحاسب عليها. ثم تعالى هنا، هم الناس اللي ساعدوا الزمالك وقدوهم القروض دي ما تحاسبوش ليه؟ يعني عمرو الجنايني ما تحاسبش لغايه دلوقتي ليه؟ لانه بيشتغل لهم، بيشتغل عندهم، بيشتغل معاهم. عمرو الجنايني وغيره. مصلحة الضرائب اللي هي ما بتسكتش على أي حد وما بتسكتش على حقها أبدا، ما جمعتش الضرائب بتاعتها من نادي الزمالك. فواتير البلد، المية والنور لسه شغالة ومفيش حاجة تدفع. فأنا مش عارف دلوقتي، يعني أنا محتار في أمر رئيس مصر. يعني أنت بنيت الكيان العسكري الذي يرعب ولاد الكلب اللي في الشمال الشرقي دول، وبتحافظ على كينونة وكيان مصر وحدودها دي من جهة، ومن جهة تانية بتحض على الفساد وما بتعاقبش المفسد والمجرم والحرامي والنصاب. طب اتنين ما يمشوش على بعض، ما يمشوش مع بعض ابدا. هو في ايه؟ هو انت انهي واحد فيهم؟ ولا عندك انفصام شخصية؟ لما تيجي لنادي الزمالك بيبقى عندك انفصام شخصية، وكل المصايب اللي حواليك دي، ولاقي وقت عشان تدي الزمالك بنفسك قطعة ارض انت عارف ان هو مش من حقه انه ياخدها، لانه يعني عمل مصايب
وجرائم في الارض اللي قبلها. هو يعني هو المجرم ده مش لازم يعاقب، انت بتكافئ المجرم، بتكافئ النصاب والحرامي. ازاي؟ يبقى فين العدل؟ فين العدل؟ يبقى ازاي انت تيجي على واحد بقى بيسرق؟ يعني لو واحد بيسرق في مصر ازاي تبقى ليك عين تعاقبه؟ ولا هو الحرامي الصغير هو اللي بس اللي بيتاخد في الرجلين، انما الحرامي الكبير لا بيتعظم وبيكافئ كمان، مش بس بيعظم. انا مش فاهم، انا ما اعرفش انت بانهي عين بتطلع تتكلم. تحذير لسيد عبد الحفيظ مع حفظ الألقاب. انت اللي بتعمله في حكاية تخفيض العقود دي لن يعود على النادي الأهلي بأي فايدة، وكل اللعيبة اللي فيها الرمق هتخسرها وهتروح حتة تانية. انت بيقولك عايز يعيد ما فعله المرحوم ثابت البطل، يعني هو عايز يكرر التجربة. بس ثابت البطل لما رجع يكرر كان في زمن غير الزمن يا عم سيد. كان في وقت غير الوقت. ما كانش فيه نادي زي بيراميدز مترقب وقادر وعنده ميزانية مفتوحة من غير ما حد يعني يكلمه ولا يقول له، بيصرف زي ما هو عايز من غير سقف، من غير قواعد. من غير قواعد وبيصرف بالدولار. انت كده بتخرج نفسك من المنافسة. وبعد سنتين ولا بعد سنة، بعد ما الزمالك يتفتح له القيد، الزمالك برضه هيبقى فيه ناس بتديله فلوس عشان تشتري لعيبة. ما هو ده الزمالك يعني صارف اكتر نادي صارف الموسم اللي فات كان الزمالك. يبقى انت عندك دلوقتي الزمالك وكل مصاريفه، وعندك البيراميدز والفلوس اللي جايه له من الامارات. يبقى انت هتاخد اللعيبه اللي ده رافضها وده رافضها، هتاخد بايه؟ البواقي. هتاخد بواقي اللعيبه، مش وسط، مش القفص، لا، هتاخد قعر القفص. بعد ما ده ياخد وده ياخد هيجي لك انت بقى. وانا بقول لك انت غلطان. وزي ما الزمالك بيوظف وبيطلب من رجال الاعمال بتوعه ان هو يساهمهم، انت تساهم. انت تعمل نفس الحكايه وتقول للناس دي تساهم، وتخش وتدعم الاهلي وتدعم صفقاته. انت مش عايز تطلب ليه؟ انت ليه مستكبر في الحكايه دي؟ انت ليه مناخيرك فوق وفاكر ان دي حاجه يعني تبقى يعني حلوه قوي ان انت ما بتطلبش من حد؟ امال اهلاوي ازاي اللي ما يساعدكش؟ انا لو معايا فلوس كنت ساعدتك من غير ما تطلب، لان انا اهلاوي. ازاي ما تطلبش من رجال الاعمال الاهلاويه ان هم يساهموا في الصفقات دي؟ اشمعنى يعني الزمالك يعني؟ وبيراميدز بيجي له فلوس بالكومه، بالزوفه زي ما كنا بنقول زمان. ازاي ما تطلبش الحكايه دي؟ عمال تنقص وتقول لك انا هنقص وهقعد مع لعيبه. هو مين اللاعب المجنون اللي يقول لك خلاص لو النبي خد فلوس انا مش عايزها؟ يعني مين اللاعب اللهبل اللي يوافق على ان هو يخفض فلوسه؟ ده كل واحد فيهم عايز يزود العقد مش ينقصها. يا بني ادم انت فين يا ابني؟ فوق بقى، ما انتش في زمن ثابت البطل الله يرحمه. انت في زمن تاني خالص. انت بتعمل ايه؟ هو في حد هينقص عقده؟ حد عاقل هينقص عقده؟
يقول لك عشان تساعد النادي. ساعد النادي ايه وزفت ايه؟ هي المشكله السنه اللي فاتت مش العقود كانت كبيره، المشكله في انك انت ما كنتش عارف تجيب لعيبه اساسا كويسه، دفعت فيهم ملايين، وده من سنين. دي اخطاء تراكميه من سنين. انت بتجيب اللاعب الغلط وحاطط اللاعب وحاطط ناس في اداره التعاقدات غلط، ومديهم ال10% دي، واللي هي بتساعدهم على ان هو يجيب لك اللاعب اللي عليه فلوس، وكان بياخد في النادي بتاعه $200,000 بيجيبوا لك ب1.5 مليون عشان هو ياخد ال10%، وما يجيبلكش اللاعب الكويس اللي هو فري. كل دي اخطاء تراكميه بقالها سنين. ده مش غلط، مش حكايه الفلوس الكتير اللي انت دفعتها السنه اللي فاتت، حكايه ان انت ما كنتش عارف تعمل حاجه، والناس دي كانت مسكوت عليها بقالها سنين، بتلغوص في النادي وتبوظ فيه. تيجي تقول دلوقتي عشان انا مش عايز اكرر اللي انا عملته السنه اللي فاتت. ما طبعا ما تكررش اللي انت عملته السنه اللي فاتت. ومش حكايه ان انت تكرر، مش حكايه الفلوس اللي انت دفعتها السنه اللي فاتت اللي مش بتتكرر، لان الغالي ثمنه فيه يا بني ادم، الغالي ثمنه فيه. انت مش تكرر السنه اللي فاتت ان انت بيقول لك عايزين نقص اللعيبه الاجانب. نقص اللعيبه الاجانب يا نهار اسود ومنيل. يعني الزمالك يبقى عنده 10 دلوقتي لانه بيجيب فلسطينيين، وبيراميدز نفس الحكايه، وانت يبقى عندك بس 3 ولا 4، وعايز تاخد دوري وعايز تاخد كاس وعايز تاخد وعايز تاخد بطولة افريقيا بلا نيلة. انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت ايه العبث اللي انت فيه ده؟ هو مين اللي خلاك يبقى مدير النادي؟ انا كنت متوسم فيك خير. ده انت هتبوظ النادي يا ابني، والله العظيم مالك فيها، والله مالك فيها. انت اللي عملته السنه اللي فاتت مش ان انت دفعت فلوس كتيره، انت دفعت فلوس كتيره في ناس ما تستحقش انك تدفع فيها الفلوس دي. جوده اللعيبه كانت زفت، وانت وظفت لعيبه ناس في ناس في اداره التعاقدات كل همها كان على نفسها هي بس، ان هو بس يعمل الفلوس وخلاص، وملعون ابو النادي. وانت اللي اديته الفرصه يعمل كده لانك اديته 10% من كل الصفقات. هو يجيب لك صفقه فري ليه هو ما ياخدش منها فلوس؟ ده اللي تصلحه، مش تصلح لي مش عارف ايه وهتنزل لي عقود ايه اللي تنزلها بعقود؟ ما هيجي لو انت اشتريت اللي ب 500 جنيه هيجي لك واحد ب 500 جنيه، لو انت اشتريت واحد ب 5 جنيه هيجي لك اللي ب 5 جنيه، واللي ب 5 جنيه ده زي اللي ب 500 جنيه. انت بتستعبط يا ابني، انت بتستهبل. وانا انت هو موسم ولا 2 وانا قلتها قبل كده، وكل المصايب اللي انت بتعملها دلوقتي والعبث الغباء اللي انت بتعمله ده هيتلغي، لان هتشوف ان فايدته ملوش يعني جراءه او عواقبه وخيمه، ملوش فايده. الدنيا اتغيرت يا عم سيد افندي، الدنيا اتغيرت يا اخويا. ما تعملش اللي عمله ثابت البطل الله يرحمه من 20 سنه وجاي تطبقه لي دلوقتي. هو زمن زي الزمن؟ هو كان في دلوقتي كان في انترنت ساعتها؟ هو كان في منصات تواصل اجتماعي؟ هو كانت الاخبار بتتعرف كده على طول؟ انت بتطبق مبادئ انتيكة في العصر الحديث. ما انا قلت لك قبل كده، طلع بطاقة كارنيه صغير او كارت صغير كده يتبعت للاهلاويه، كل واحد فيهم يدفع مثلا $100 او يا ربي 100 جنيه، 100 200 جنيه في الشهر او كل شهرين. وانت في عندك دلوقتي مثلا من 80 90 مليون اهلاوي، لو نصهم بس دفع الفلوس دي عشان يجيب الكارنيه ده، انت هيدخل لك دخل شهري شو بقى وقدره.
مش عايز تفكر، مش عايز تعمل دي ليه؟ مش عايز تعمل دي ليه؟ وانت هتدي مش هيدي لك فلوس، يعني مش هيدي لك فلوس ببلاش، ما انت هتدي له مكانها خدمات. يعني يبقى في بقى خصومات على الفانيلات، خصومات مثلا على التذاكر، الحاجات دي كلها. في بقى يعني مزايا للكارت ده، هو اللي يعني حجز مثلا التذاكر يبقى هو ليه الاولويه كده، حاجات كده. يا ابني ما تفكر شويه بدل العبث اللي انت بتعمله ده. مش هيجي لك اي لاعب ممكن يروح لبيراميدز وياخد اللي انت عارضه عليه 10 مرات. ابقى انا لو انا مكان اي لاعب واعمل كده ابقى حمار. هتقول لك اصل بطولات ايه يا ابو بطولات؟ بطولات ايه؟ كل واحد بيدور على رزقه. كل واحد بيدور، حتى بالبطولات دي مش لن يكون او لن يساوي الفلوس اللي ممكن ياخدها من بيراميدز او من الزمالك. تحذير رسمي يا سيد يا عبد الحفيظ، مع حفظ الالقاب، اللي انت بتعمله ده هيدمر النادي. وانا بتكلم دلوقتي اهو الاستاذ ياسين منصور، انت تقعد مع الجدع ده وتفهمه الوضع. انت ساكت عليه ليه؟ انت ساكت، انت دلوقتي اللي منوط بيك انك تدير النادي، لان الخطيب خربها ومشي. انت اللي منوط بيك دلوقتي انك تاخد النادي ده وتخرجه لبره الامان. واللي بيحصل دلوقتي ده هيعك اكتر، هيبوظ اكتر. وانا بقول لك اهو هيبوظ النادي اكتر. انا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتصبح على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.